النهاردة عيد نياحة أنبا إبراهام ابن زرعة البابا رقم 62. كان الأنبا إبراهام سورياني الجنس وتاجر غني جدا، وكان بيتردد على مصر. ففي الآخر استقر إن هو يقعد في مصر. اتعرف بتقواه وصلاحه، وخاصة إن هو كان بيحب الفقراء جدا. وذاع صيته في الوقت ده لما خلى الكرسي البطريركي، وكان الآباء مجتمعين في كنيسة أبي سرجة، وكانوا بيتشاوروا في أمر صيانة البابا. دخل عليهم هذا الأب، أعجبوا بيه جدا واجتمعوا كلهم على اختياره. بعد كده صرعوا بيه وراحوا الإسكندرية، وهناك تمت صيامته في كنيسة ماري مرقس علشان يكون البابا رقم 62. بعد كده قام بتوزيع أمواله وممتلكاته على الفقراء، والنص التاني لعمارة الكنائس. كمان من أعماله إن هو أبطل لما بقى بطرك أبطل عادات سيئة وعادات رديئة كتيرة جدا في الشعب، ومنع إن كل واحد ياخد رشوة. منع إن هو موضوع أخذ الرشوة دي. كمان فيه حصل وقتها حاجة، كان فيه رجل غني ما كانش بيسمع لنصائح أنبا إبراهام خالص، وكان شرير في طبعه وأعماله وكل حاجة. فكان بقى عصرة جدا في فساده ده للشعب. فالأنبا إبراهام حاول ينصحهم كتير جدا، لكن هو ما كانش بيسمع الأنبا إبراهام. فالأنبا إبراهام حاول إن هو يروح عنده، ففضل يدب على باب بيته لمدة ساعتين كاملين وهو ما فتحش الباب. فقال أنبا إبراهام في وقتها دمه على رأسه، وهو واقف انشق عتبة الباب، وكانت عتبة الباب دي من الحجر الصوان. فتعجبوا اللي كانوا واقفين، وبعد كده سمعوا ان الراجل ده اصاب بامراض مستعصية كتير، واترفض كمان من شغله وفقد امواله، وكان عبرة للناس التانية. اتعرف أنبا إبراهام بسماحته وحبه للعلوم الدينية وطريقته مع الشعب. فكان في وقتها المعز لدين الله الفاطمي كان بيحكم وقتها، فكان بيحب يجتمع ويحب مناقشة الأمور الدينية والأديان. فكان الأنبا إبراهام كان له أسقف، كان عنده أسقف اسمه أنبا ساويرس، وكان من كتر علمه كانوا بيسموه ابن المقفع. هو مش ابن المقفع الحقيقي الإسلامي، إنما هم كانوا بيطلقوا عليه اللقب ده. فكان في مرة كانوا هم جالسين، كانوا قاعدين بيتناقشوا، وكانوا عند المعز لدين الله الفاطمي. فتقريبا اليوم ده كان يوم جمعة، وكان المعز ده عنده واحد الوزير بتاعه كان وزير يهودي اسمه يعقوب. فكان ما يحبش أنبا إبراهام ولا يحب المسيحيين، وكان متضايق جدا منهم. فشافوا كلب من بعيد، فالوزير ده قال اسألوا الكلب ده أحسن يكون صايم. فالبابا كان من تواضعه ما ردش عليه، لكن أنبا ساويرس الأسقف ده ما قبلش إهانة للبابا، فرد عليه وقال للخليفة ما هو ما يصحش الواحد يرد على واحد كتابه بيقول عليه إنه زي أقل من الطور والحمار. الخليفة حس إن دي مداعبة، فما فهمش. قال له يعني إيه الكلام ده؟ قال له في أشعية واحد بيقول الثور يعرف قنيه والحمار يعرف معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يعرف. ومن هنا ابتدت مؤامرة الوزير على المسيحيين. قعد يقرأ في الكتاب المقدس علشان يشوف يلاقي ثغرة، فلقى في الآية آية بتقول إن كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هنا فينتقل، في متى 17:20. إن كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. فطبعا الوزير ده ما صدق، لقى الآية دي وجري على الخليفة وقال له
أنا قلت لك إن المسيحيين دول ناس بطالين، خليهم يثبتوا الآية دي بقى. فمن هنا أخذها فرصة المعز لدين الله الفاطمي، وقال طيب كويس، احنا في جبل مضايقنا في القاهرة، وده نستغل الحتة دي علشان ينقلوا الجبل ده. وكمان قال إن كان قول المسيح صحيح فده فايدة عظمى لينا، علشان يصير مركز المدينة أكبر وأوسع. ولو الكلام ده مش صحيح يكون لينا حجة قوية في اضطهاد المسيحيين. من هنا دعا الخليفة البابا إبراهام وطلب منه الكلام ده، وقال له في آية بتقول عندكم كده؟ قال له أيوة. فطلب منه الأنبا إبراهام يديله مهلة 3 أيام، فأعطاله المهلة دي وخرج من عنده وجمع الأساقفة والرهبان القريبين ليه، وقعدوا في كنيسة المعلقة 3 أيام. وطبعا قالوا للشعب صام معاهم، وفضلوا صايمين لمدة 3 أيام دول، لغاية لما العذراء ظهرت للأنبا إبراهام وقالت له مالك يا أنبا إبراهام؟ قال لها أنت تعلمين يا ملكة السمائيين. ولما ظهرت له على عمود من جهة الشمال، علشان كده بنلاقي صورة العذراء على عمود من جهة الشمال في الكنيسة. فطمنته وقالت له ما تخافش، انت هتطلع من الباب الحديدي اللي بيؤدي على السوق، هتلاقي واحد حامل جرة وهتلاقيه بعين واحدة، هو ده اللي هينقل لك الجبل. وفعلا أنبا إبراهام طلع شاف أنبا سمعان، فسأله وقال له قل لي حكايتك. فالأنبا سمعان حاول إن هو يتهرب منه، لكن عرف الحقيقة وعرف ظهور أم النور. فمن هنا ابتدى أن يحكي له حكاية قلع عينه وقطعه، وفعلا راح مع أنبا إبراهام. بعد كده ذهب المعز ومن معه في جانب كده، والبابا أنبا إبراهام وأنبا سمعان والشعب في جانب التاني. بعد كده ابتدى ان يصلى البطرك والشعب، وكانوا بيسجدوا، وكل ما يسجدوا ويقولوا كيريا ليسون كان الجبل بيرتفع ويرجع ينزل على الأرض، لغاية لما وقع الرعب في قلب الخليفة لما نقل له الجبل. وبعد كده اتقدم الخليفة ده للبابا وقال له عظيم هو الله وتبارك اسمه، وانتم اثبتتم ان ايمانكم ده حقيقي. فطلب وقال له اطلب يا أنبا إبراهام اي شيء انا هعطيه لك. لكن أنبا إبراهام وحاول ان هو يديله فلوس، لكن أنبا إبراهام رفض ان هو ياخد منه المال ده، وابتدى لما ألح عليه قال له ان هو عايز يعمر له، يؤمر بتعمير الكنائس في الوقت ده، وخاصة كنيسة أبي سفين. فطبعا كتب له منشور بالكلام ده وشكره جدا. ومن هنا ازداد توقير الخليفة للأنبا إبراهام. ابتدى الأنبا إبراهام يدور على الأنبا سمعان علشان يشكره، لكن أنبا سمعان اختفى من وقتها. شفاعة أنبا إبراهام اللي كان شخص عادي وبسيط جدا، لكن كانت أعماله وفضايله كتير، وكان من حبه للناس ورحيم ربنا، أرادوا إن هو يختاروا بطرك في الوقت ده. وكمان اللي بيدل على فضايله إن هو ربنا في وقته وفي عصره في الوقت ده ظهرت ليه أم النور، وتمت على ايديه معجزة نقل جبل المقطم، اللي الكنيسة أضافت ال3 أيام دول لصوم الميلاد تذكار لنقل الجبل المقطم والمعجزة دي. الأنبا إبراهام ما قعدش كتير على الكرسي المرقسي، لكن كانت أيامه 3 سنين و6 أيام كانت مثمرة جدا، وغير حاجات كتيرة جدا في الشعب، سلوكيات وحاجات كتيرة قوي. فبركة صلاة القديس العظيم أنبا إبراهام ابن زرعة تكون معنا، أمين.